السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الأعزاء، مرحبا بكم الإخوان في الطريق السريع تيزنيد داخلة منطقة بين قلميم وراس أمليل. قلميم راس أمليل بقى الأشغال هنا الإخوان، هانتوما كتشوفوا كلشي هنا هاد المنطقة هادي بقى الخدمة على الجد هنايا، بقى القضية مرونة. هاد المورسو هذا بين قلميم وراس أمليل، الأقاليم الجنوبية. الطريق الوطنية رقم 1 اللي فطور إصلاح ما بين تيزنيت أو ما يصطلح عليها بطريق سريع تيزنيت داخلة. ميم راس أمليل الإخوان، يعني ما باقى الأشغال هنايا، الدنيا مرونة شوية هنايا، باقي ما كاين والو، باقي يعني يلاه تصايب هاد المورسو هذا وطالقينو حركة السير، والجهة الأخرى باقي يلاه كتبريبارا. فيديو كيف العادة في الأقاليم الجنوبية للناس محبين ديال الصحراء المغربية. الطريق غتولي مزيانة الإخوان، الطريق غتولي ناعمة، ما غيبقاوش مشاكل في الطريق، ما غيبقاوش سيركيلاسيون برزطة شوية، ما غيبقاوش بزاف ديال الأمور اللي كانت كتعرقل حركة السير هنا في هذه المنطقة هذه، وكانت كتبرزط الناس اللي كيشدوا على الطريق هذه ديما. دابا وليتي تمشي مرح، وليتي تمشي مرتاح، ما كاينش مشاكل. نسأل الله السلامة والعافية للجميع. البيار، الدورة ديال البيار ديال الإخوان، منطقة البيار، ولكن ما عمرني عرفت شنو فيها هاد البيار هادي. كنتمنى شي نهار يكون عندي شوية الوقت ندخل ليها ونشوف ونكتشفوا كي دايرة حتى هي هاد المنطقة هادي، منطقة البيار. شو هنايا راه باقي الأشغال الخوت، ما كاينة حتى حاجة هنا في البلاصة هادي. المهم هادي بالضبط بين قلميم وراس أمليل، منطقة البيار او جماعة البيار. المهم البيار كاينه بلاكا فيها البيار هنايا، كاينه لداخل. المهم الكودرون مليح هنايا، راه عالية القضية شويه، شي كودرون فيه شي 10 سنتيم تقريبا ديال العلو، بس صافي خدموه حدا الدار، ما كاينش تجي الشتا ولا شي حاجه. الطريق وطنية هادي ما خصهاش تبقى تحفر وتبقى بحال كيما كيوقع في المدن وسط المدينة. وهادي وسط المدينة كتكون القضية بنادم كيكون الانسان غادي بشويه، وكيكون يعني وسط المدينه. اما هنايا مشكل الانسان الا كان الطريق محفره ولا هادي يعني ما خدامش. بالنسبه للطريق الوطنيه خاصها تكون ناضيه، وهذه الاخوان راه ناضيه، انا كنبصم لكم عليها 10 سنتيم تقريبا ولا اكثر ديال العلو ديال، يعني العلو ديال الزفت واحد 10 سنتيم تقريبا وما يزيدوا عليها. هي كيف العادة كيف ديما المناطق بدون ما فيها لا ربيع لا والو. الله يجيب الشتا، الله يجيب الشتا الاخوان. هي لا تقاد الامور في هاد المناطق هادو كاملين في المغرب كامل، من طنجة حتى للقويرة. قلميم طنطان قضية باقا شوية معطلة. واش المنطقة شوية منطقة جبلية شوية، كتكون واقيلا كاينين شي جبال هنا لقدام هما اللي واقيلا معطلين القضية.
مازال اشغال هنايا. تقريبا الاشغال بين راس أمليل وقلميم باقين 50% تقريبا ديال الاشغال اللي مازال، يعني باقي ما يدار في الطريق هنايا، باقي اعوام واعوام. من غتلاقى هاد البلاصه هادي راه تبارك الله غتولي دوز مرح من هنا. هي الطبيعه ديال الطريق هادي باقي ما عرفتش واش غتبقى ما عرفتش والله، ما عرفتش، ما عنديش شي معلومات. يعني طريق دوبل فوا الي روتور، جوج كيديو وجوج كيجيبو. راسهم ليل جماعة راسهم ليل، اقليم قلميم وادنون. الجماعة القروية راسهم ليل، جماعة راسهم ليل بين قلبيم وطنطان في الطريق الوطنية رقم 1. باقا الطريق على طول هاد المسافة هادي، باقا الطريق هنايا شوية القضية مكاملاش، باقا الطريق هنايا باقا فيها الخدمة. تقريبا من هنايا من هاد الجماعة ديال راسهم ليل حتى لقلميم باقا الدنيا كاع محفرة هنايا، باقا شوية الخدمة. دابا غندخلو لهاد الجماعة هادي اللي تقريبا كتكون بشي 2 دواوار ولا هادي، مفيهاش الناس بزاف. كاين قهاوي حتى هي فيها قهاوي ديال الماكلة، هي البلاصة الوحيدة اللي كيوقفوا فيها الناس هنايا في الطريق هادي، كيوقفوا فيها الزوار واللي شادين الطريق، اي واحد جا بغى يرتاح شوية ولا بغى يعني من ناحية القهاوي وداكشي. هاد المنطقة هادي هي اللي كتقضي فيها الغرض. تفوتك هاد البلاصة هادي غتمشي حتى لطنطان، فيها سكان قلال، ما فيهاش شي حاجة اللي كثيرة، و حتى هي كتعاني من مشكل ديال الماء. هاد المنطقة كاملة كتعاني من المشكل ديال الماء، تقريبا كتفوت بويزاكار نتاكانت كلشي كيعاني من المشكل ديال الماء. المياه الباطنية قلت الشتاء، الوقت بغات الشتاء الاخوان، وقت خاص الشتاء. نسأل الله أن يغيثنا غيثا نافعا غير ضار. ديال قصار انا شو واحد البني كيفاش داير الخوت هنايا، يعني كتكون هاد المدينة ديال الجماعة هادي من بنايات قديمة، فيها بني قديم ومحدود شوية، يعني محدور. كاينه شي كثافة سكانية كثيرة هنايا واخا
فيلات صغير. مع جا هنايا في الطريق جات الطريق ديزا منو الطريق الوطنية رقم 1، يعني كاين قهاوي ديال الماكلة. ديال الحاجة الوحيدة اللي كيستثمروا فيها الناس هنا. راسو مليل، الأقاليم الجنوبية للصحراء المغربية. هنا غنوقف الإخوان خبز در الجوع كما كيقولوا. ندبر على راسي انا القضيه عندي تحكات. درجة مارشا ديال من بلاصتي. رسوم لي الجامع. على الماكلة غادي نمشي نشوف شي معالجة. غادي نبلاصي هنايا، انا مالي راجع مارشا ريال وحال شي حاجة. بلاصي انا بلاصي هنا ونمشي نعالج ونرجع. غادي نرجع مارشيرير وكنقلب على العذاب. بلاصي هنايا غنمشي نقضي غراضي ونرجع ان شاء الله. من بعد ما عتقت شويه كلينا شي بركه. غادي نواصل المسيره ديالي ان شاء الله. مدينة طنطان دابا. منطقة راسو مليل. قدم شي طواجن ملاح الاخوان هنايا، طواجن ديال الجمل، اللحم ديال الجمل شي حاجة مليحة صراحة. الحيمات جيدين خلاهم ولا. هي غالي شوية داكشي، غالي جاني غالي هنايا شوية. القضية قاصحة، 40 درهم نص كيلو، 80 درهم. اللحم والبصلة والزبيب. المهم ماكلة نقية، ماكلة نقية. هي زايدة واحد شوية، والمغرب كامل زايدة هاد الساعة هادي. دابا باي باي جماعة راسو مليل. سأواصل رحلة 1000 ميل دابا في اتجاه مدينة طنطان. هانتوما كما قلت لكم دابا حاليا انا خرجت من راسو مليل. الطريق ولات مزيانة هنا،
هاي الطريق وحده هنايا والاخرى هنايا، دوبل فوا من هاد الجهه، دوبل فوا من الجهه الاخرى، يعني اليز كتمشي مرتاح. دابا مشات بحال هكا تقريبا حتى لطنطا دابا، يعني غير هاد المقطع ديال راسو مليل وقلميم هو اللي باقي مكرفس شويه، وباقي الاشغال وباقي الطريق مكرفسه شويه. هنا الطريق راه ولات ناضيه الاخوان، القناطر لتحت كبار دايرين قوادس على قبل الماء ديال الشتا والويدان اللي كيجيو، داروا لهم قناطر من التحت، ولا داكشي كي قوادس كبار، يعني داروا الماء من يدوز، ولكن داروا ليه خدمه متقونه داكشي، يعني قوادس كبار. وهذه باش راكم عارفين الا كانت الخدمه مغشوشه شويه راه مع الوقت غادي يبان العيب. اما الخدمه اللي داروا لهاد الطريق هادي راه تبارك الله داكشي على ما يرام، داكشي في المستوى الاخوان، اللهم بارك وزد في ذلك.